ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نطيل على المسلمين. قيل للإمام أحمد: ما هو الدعاء المؤقت في الوتر؟ فقال: بمقدار ما تقرأ والسماء والطارق. هناك دعوات جليلة عظيمة في السنة ثابتة في الصحيحين وفي السنن، ينبغي لنا أن نحفظها وأن ندعو الله جل وعلا بها، ولنعلم أن الدعاء ليس بالأقوال فقط وإنما بالقلب. إن الله ورد في بعض الأحاديث وحسنها بعض أهل العلم: واعلم أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. في بعض المساجد تسمع الدعاء وكأن الإمام يغني، هذا لا يجوز. وقد وردت فيه الفتاوى عن علمائنا في اللجنة الدائمة وفي غيرها من الفتاوى، ومن أوائل علمائنا من السلف: إنما ندعو الله بما يتيسر وبما هو من طبع الإمام، دون أن يتحرى صفة يخرج بها هذا الدعاء، وأن نتجنب السجع المتكلف، كما قال ابن عباس لأحد الأئمة: واعلم أن الصحابة كانوا يجتنبون السجع في الدعاء. ويقتصر الإنسان في الدعاء على الجوامع من خيري الدنيا والآخرة للمسلمين وللمصلين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل، أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن ينزل علينا رحمته وعلى المسلمين جميعا، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في هذا الشهر وفي كل أوقاتهم إلى ما يحبه الله ويرضى، وأن يمن عليهم بالتوفيق والصحة والعافية وطول العمر على طاعة الله جل وعلا. نسأله أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين لما خير شعوبهم، وأن نسأله جل وعلا أن يفرج هموم المسلمين وأن ينفس قلوبهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.